أنا مودات بيك المغول قزı مواطنة قزخية. قد قامت الحكومة الصينية بإجبار أمي البالغة من العمر 57 عاما على البقاء في مخيمات التعليم السياسي، كما أنها كانت تقيم في قرية كورتي المتواجدة في جمهورية الصين. علاوة على ذلك أنها كانت تزور دولة كازاخستان حتى عام 2016، وقد رأيتها آخر مرة عام 2016 عندما كانت تزور كازاخستان. منذ ذلك التاريخ لم أتمكن من معرفة أي خبر عنها، وحسب إفادات أشخاص أن أنا على معرفة بهم قد تم اعتقال أمي وإرسالها إجباريا إلى مخيمات التعليم السياسي المذكورة سابقا في شهر إبريل عام 2018، كما معتقل عمي كواتبك أكان مع أمي المولودة سنة 1961 وزوجته جولنار شوكيكزı وأولاده كوانيش بك وكواتبك أولو، وأرسلوا إلى مخيمات التعليم السياسي. كما أنني لا أتمكن من التواصل مع أمي أو أبي أو أحد من أقاربي بسبب منع التواصل مع الأقارب المتواجدين خارج الصين بأي شكل من الأشكال. ويجب القول أني لا أعلم أي شيء عن أمي منذ 7 أشهر، وأن وضعها الصحي غير جيد، كما أن عليها أخذ بعض الأدوية باستمرار، خصوصا وأنها في عمر الستينات. ويجب القول أنه تم إرسالها جبريا إلى مخيمات المذكورة، فلا أعلم أنها حية أو قد غطاها التراب. باعتباري مواطنة تابعة لدولة كازاخستان، أطالب المساعدة خاصة من رئيس الجمهورية نور سلطان نازربايف، ومن وزير خارجيتنا كايرات عبد الرحمن أوف، ومن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإخراج عن أمي كاين جول زادار كزı وعمي كوارتبيك أكان وعائلته وعودتهم إلينا سالمين في حالة ثبوت براءتهم، وحتى عودة أمي سالمة وأقاربي وكل القزاخيين الصينيين المعتقلين والمحبوسين بدون ذنب لن أمل ولن أكل من الكفاح.